السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الفيديو ده هتنسي كل وصفات السمك التقليدية اللي انت عرفتيها قبل كده، سواء مقلي او مشوي او صواني. تعالوا بقى شوفوا الطريقة دي وبدون حلفان هتحلفوا ما اكلنا سمك بالطعامة والحلاوة دي في حياتنا. صينية سمك كده هتشرفك في اي عزومة، وعايزة اقولك هترفع راسك. النهاردة هنعمل صينية السمك بالفريك، حاجة كده اللهم بارك روعة. شايفة الفريك مفلفل، ريحته وطعمه كانوا اللهم بارك يجنن. شايفه السمك كمان شارب من الصلصه. اتمنى منك لو اول مره بتشوفي قناتي ياريت تشوفي فيديوهاتي وتقيميها، ولو شايفاني بقدم محتوى هادف واستحق اللايك ياريت تحطي لايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. عندي 2 كيلو ونص من السمك، غسلتهم غسله كويسه جدا، نقعتهم بميه وملح وليمون ومعلقتين دقيق، ما بحطش خل في السمك عشان ما يتهريش. وهنبدأ نعمل فتحات بالطريقة دي. لو السمكة عندك كبيرة هتقسميها بالنص، السمك اللي عندي كان حجمه متوسط فانا عملت لها فتحات بالطريقة دي عشان تتشرب من التتبيلة. هنعمل في السمك كله بالطريقة دي. وخلاص كده السمك بقى جاهز، هنركنه على جنب دلوقتي نجهز التتبيلة مع بعض. التتبيلة عندي معلقة كبيرة من الثوم، وكلنا متفقين ان السمك بيحب الثوم الكتير والكمون. وكمان هضيف قرن فلفل سبايسي، هضيف واحد احمر وواحد اخضر، وكمان هضيف حباية من الفلفل الرومي، وعندي عصير ليمونتين وسط. وكتري في الليمون مفيش مشكله، بس الخل ما تكتريش منه عشان ما يهريش قلب السمكه معاكي. هنضيف معلقتين كده، ما تمليش كمان المعلقه قوي. وخلاص كده هاخدهم اضربهم كويس جدا، وهنرجع نضيف البهارات مع بعض. وخلاص كده بعد ما فرمت الخلطه الثوم مع الفلفل، دلوقتي هنضيف معلقه كزبره وكمان معلقه كبيره من الكمون ومعلقه ملح ومعلقه بهارات سمك. بهارات السمك دي موجوده عند اي عطار، بتدي ريحه وطعم للسمك تحفه. هنقلب كده كويس جدا، واللهم بارك التتبيله دي كانت ريحه وطعم وكانت مظبوطه جدا. في خطوه اساسيه بعملها دايما في السمك قبل ما اضيف الخلطه بتاعه الثوم والفلفل، بضيف كده معلقه ملح على السمك وبدعك السمك كويس جدا من بره، عشان لما تيجي تاكل السمكه تحسي ان لحمها كده متحيق ومتشرب من التتبيله حلو، ما تبقاش السمكه دلع معاكي. لو حابه تستغنى عن الخطوه دي مفيش مشكله، بس عايزه اقولك هتفرق معاكي 180 درجه في طعم ادعك السمكه كده بره وجوه. وخلاص كده هناخد التتبيله وهنحطها، وكمان بايدي كده هوزع التتبيله من جوه وفي الفتحات عشان السمكه كلها تبقى شاربه من التتبيله. الخطوه دي مهمه جدا، لما تضيفي التتبيله في السمكه ادعكي السمكه كده بره وجوه حلو عشان لحمها كله يبقى متشرب من التتبيله. هعمل السمك كله بالطريقه دي. شايفه بحط ايدي وبدعك السمكه كده بطنها كلها من جوه، وكمان بحط في الفتحات بالطريقه دي. بكده هتضمني ان السمك هيكون متبل كله وشارب من التتبيله، ما تبقاش حته متبله في السمكه وحته لا. وخلاص كده السمك بقى جاهز، هنركنه حوالي ساعة. السمك ما بيحتاجش وقت كبير في التتبيلة، اقل وقت بتلاقيها اتبلت وبقت زي الفل. خلاص كده كان عدى ساعتين مش ساعة، لان كان نزلت رحت مشوار ورجعت. دلوقتي هنجهز التتبيلة. عندي كوباية من الدقيق، وكل كوباية دقيق بتاخد 3 معالق من النشا. لحد دلوقتي بنعمل السمك عادي بالطريقة العادية. هنقلي السمك، كمان ضفت نص معلقة من التوم البودر، ودي بتفرق جدا في تتبيلة السمك. وكمان هنضيف معلقة كمون ونص معلقة من الكركم، هتدي السمك لون جميل جدا. وهنضيف معلقة ملح. وبكده خلاص يبقى خلطة الدقيق عندي جاهزة. وخطوة الكيس دي يا بنات جميلة جدا، هتخلي المطبخ عندك نظيف ومش هتبهدلي الرخامة. هتقلب الاول كده الدقيق في الكيس عشان كله طبعا يختلط بالبهارات اللي احنا ضفناها. وهناخد سمكة وندخلها جوه الكيس بالطريقة دي، طبعا على قد حجم الكيس اللي عندك. الكيس اللي عندك كان هيشيل سمكة واحدة بس، فانا بحط بالواحدة. لو الكيس اللي عندك كبير تقدري تحطي بالسمكتين مفيش مشكلة. هنقلب بالطريقة دي، وشايفة السمكة هتخرج متبلة بالدقيق افضل بكتير من انك تحطي الدقيق في طبق او صينية وتتبليها. شايفة ما شاء الله واخدة طبق الدقيق حلو. هنعمل واحدة تاني. هنفضها كده من الدقيق. وبكده السمك بقى جاهز عندي، هنروح نقليه. عندي طاسة على البوتاجاز فيها زيت، سبتها تسخن. كمان هضيف قشر الليمون عشان يمنع ريحة الزفارة في الشقة.
ودلوقتي هنبدأ نقلي السمك. قشر الليمون في الزيت يا بنات بيدي ريحة جميلة جدا، وبيمنع كمان انتشار ريحة السمك في الشقة. وخلاص كده شايفين اللون الجميل اللي خده السمك. دلوقتي هنبدأ نقلب السمك على الناحية التانية. وخلاص السمك بقى جاهز واتقلى، شايفة لونه ما شاء الله اللهم بارك، روعة. هنطلعه كده على مناديل مطبخ. وخطوة مهمة وأساسية جدا بعد كل حطة من السمك أو كل ما تحطي مثلا سمكتين، هتشيلي أي زيادة وقعت من السمك بالطريقة دي. خصصي مصفى تكون عندك. شايفة كل الحاجات دي لو حطيتي السمك حطة تاني عليها هتلاقيها لزقت في السمك وبقى شكله وحش جدا. هنبدأ كده نتخلص منها. شايفة كل التوم اللي نزل من السمك. وبكده تضمني ان السمك كله هيطلع عندك لون واحد ومفيش اي حروق فيه، وهيبقى طعمه جميل جدا. خلاص كده شايفين الزيت بقى عندي نضيف جدا. دلوقتي هنبدأ نحط سمكتين تاني. الطاسة اللي عندي كانت وسط بتشيل بالسمكتين بس، وكان ما شاء الله حجم السمك برضو حلو مش صغير قوي. خلاص كده شايفين السمك كله لون واحد. وخلاص كده دلوقتي هنبدأ في وصفتنا الأساسية. عندي الصينية اللي هدخلها الفرن، حطيت فيها معلقتين كبار من الزيت، وعندي بصلايه بحجم كبير. هنبدأ نقطعها بالطريقة دي، مش عايزاها قطع صغيرة عشان ما تتحرقش معاكي. وهنبدأ نقلب في البصل لحد البصل ما يدبل. مش عايزين ندي البصل اي لون ولا نغمقه، احنا هنخلي البصل يدبل بس. ودلوقتي هضيف معلقة كبيرة من خلطة السمك. هنقلب لمدة دقيقتين لحد ما نشم ريحة التوم كده ظهرت. هكون مجهزة عصير 4 طماطميات ضربهم في الخلاط وما تنعمهمش قوي. خلاص كده ضفت عصير الطماطم. هنقلب كده البصل مع الطماطم. ودلوقتي هنضيف البهارات. هنضيف معلقة كبيرة من البابريك عشان تدي الصلصة كده لون حلو. وكمان هنضيف معلقة ملح ومعلقة كزبرة ومعلقة كبيرة من الكمون. وهنضيف مكعب مرقة. لو انت حابة تستغنى عن المرقة مفيش مشكلة براحتك، بس بتدي طعم رهيب جدا للوصفة. وخلاص كده هقلب البهارات كده مع الصلصة وهغطيها وهسيبها لحد ما تتسبك 3/4 تسبيكة، يعني ما تخليهاش تنشف قوي. وبعد كده نشوف هنضيف عليها كمان ايه. شايفين لون الصلصة اللهم بارك، وفي الوقت ده كانت ريحتها روعة. هنقلبها كده الاول. وطبعا في الوقت ده كان عندي كوبايه فريك، نقيتها الاول من اي زلط او اي حاجه فيها، ونقعتها بميه مغليه لمده نص ساعه، وغسلتها كويس جدا وصفيتها من الميه. خلاص كده هنضيفها على الصلصه. ودلوقتي هنضيف كوبايه صغيره من الميه، ما تكتريش ميه، وهسيبها كده تاخد غلوه الاول. لازم تنقي الفريك الاول يا بنات، بيبقى فيه زلط كده وبيبقى فيه طوب صغير، عشان لما تيجي تاكلي كده ما تلاقيش حاجه بتقرش تحت اسنانك. لازم تنقيه حلو جدا الاول وتتاكدي من نظافته. بعد كده هتغسليه وهتنقعيه بميه سخنه لمده نص ساعه وهتشطفيه، وبعد كده هتستخدميه. خلاص كده بعد ما ضفت السمك بالطريقه اللي انت شايفاها دي، هناخد كده بالمعلقه بالصلصه ونحطها على السمك. وهدخلها الفرن تحت الشوايه، مش هنشغل الفرن من تحت خالص، هي الشوايه بس. هسيبها لحد ما تنشف كده وتاخد اللون الجميل اللي انت شفتيه معايا. هتاخد حوالي كده نص ساعه وهتطلع اللهم بارك، الريحه هتبقى قلب الشقه قلب. خلاص كده هندخلها تحت الشوايه وهنرجع نشوفها. شايفين ما شاء الله اللهم بارك روعه. عايزه اقولك انا كمان كنت عامله سمك مقلي جنب دي، محدش اكل السمك المقلي نهائي، كلنا اكلنا من الصينيه دي بس. كان ريحتها وطعمها اللهم بارك روعه. ان شاء الله كده تجربيها وهتعجبك جدا. اتمنى لو وصلت لحد هنا في الفيديو ياريت تحطي لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وشايفه السمك ما شاء الله بالفريك، الفريك مفلفل جدا والسمك شارب من الصلصه، حاجه كده اللهم بارك هتشرفك في اي عزومه. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، واشوفك في فيديو جديد ومع السلامه.